نويت والنية لله اتعلم الطبخ عشان ما يبقاش شكلي وحش لما اتجوز. هلوز، ملح، فلفل اسود، بهارات فراخ، مرقه فراخ، توم باودر، بصل باودر، بابريكا وزعتر، معلقتين دبس رمان، معلقتين صويا صوص. هنسيبها كده في التتبيله من نص ساعه لساعه. في طاسة سخنة هحط قطعة زبدة، لما الزبدة تسيح هنحط الفراخ عشان تتسدم. اول ما تاخد لون من تحت هقلبها عشان تتسدم من الناحية التانية. بعد ما تفوق من الصدمة هنحط عليها شوية مية، انا هنا بصراحة كترت، المفروض ربع كوباية او اقل كمان. هنغطي عليها بقى عشان تستوي، تاخد تقريبا 5 دقايق 10 دقايق بالكتير قوي. نسيت اقولك ان احنا في ال5 دقايق 10 دقايق دول لازم نكون موطيين النار عشان تستوي على مهلها ما تتحرقش. المهم هطمن كده انها استوت، هفضل اضغط عليها كده واشوف قلبها تمام. إيه، لا كده استوت زي الفل. هطلعها بقى في طبق على جنب كده لحد ما تهدى وتبرد شويه عمال ما نعمل المكرونه. انا جبت 9 انواع مكرونه سريعه التحضير من تيلتا. جرب النوع اللي هو اسمه مارينارا. من نفس الطاسه اللي فيها البهاريز هنكمل عليها ونحط كوبايه ميه وهسيبها لحد ما تبللق وتغلي. وحدثك من قلب مطبخ ماما. نفتح بقى ايه لحد العلامه دي. في علامة كده جوه العلبة خط ابيض كده، هنحط على لحد عنده المية وهنسيبه 5 دقايق مش اكتر وندوق بقى عمايل ايديا. المكرونة بصراحة عجبتني انا بس ما عجبتش ولا ماما ولا اخويا بصراحة، لكن الفراخ بجد كانت جميلة قوي. بس كده، باي.